مستنياك من زمان. ولما دخلت الكرفان بتاعك لقيت حاجات، لقيت كتاب ولقيت لقيت عيش. احكي لي كده الكرفان بيمثل لك ايه؟ مكان مذاكرة، عشان بلحق يعني اخد شويه مذاكره من سين لسين. القعده مع الصحاب لما كل اصحابك يجوا لك الكرفان وناكل كلنا مع بعض. القعده مع مامتي، طبعا مامتي دايما معايا في الكرفان اصلا. جيرانك بقى في الكرفان اكتر ناس بتحبي تستمتعي انك في جود فايبز كده معاهم وعلى طول في جو حلو؟ الكرفان بتاع مالك وحمزه ويوسف، هما مع بعض في الكرفان، دايما بروح لهم وبقعد معاهم وبنبسط قوي معاهم، هما بيجوا لي طبعا وكده. عن كرفان استاذه دينا الشربيني برضو بحب ادخل لها واقعد معاها، هي اصلا حقيقيه قوي، وهي في الحقيقه هي مش زي مامتها قد ما هي زي اختنا، يعني هي اخت قوي. طبعا استاذ شريف سلامه بحب اقعد معاه طبعا. ايه اكتر تيك توكس بتحبي تعمليها مع دينا الشربيني؟ كان تيك توك انا وهي واستاذه انجي مقدم، كان معانا فريده من تيم الاخراج. اوكي اللي هو افتكري يا خاينه، عارفه؟ ايوه افتكري يا خاينه. هو دلوقتي بقى انا قاعد مع فريده، ايه اللي انت عملتيه مع سيف مع يوسف جابرييل ده؟ انا فريده، انا بكبر وبكتشف نفسي، وعشان تعرف قيمه حد لازم تشوف ناس ممكن اوحش منه، او لازم الشخص ده يغيب عنك، صح؟ او تاخد قرارات غلط فالشخص ده يبعد عنك. يعني انت كان لازم الاول تسيبي سيف او يبعد عنك عشان تشوفي الناس كان التانية؟ لازم اغلط واشوف ناس مش كويسه عشان اعرف ايه اللي انا المفروض ابعد عنه. طب يا فريده، شايفه ان مثلا سيف ان هو لما يطلع بره وما يعملش حاجه وما يغلطش، اوكي، ويبقى شايفك وبيحبك جدا وشايفك طلعتي بره ورحتي هنا ورحتي هنا وغلطتي وشفتي ناس تانية، حقه يتضايق ولا حقه ما يتضايقش؟ طبعا يتضايق، طبعا يتضايق. ومن حقه الاختيار برضه. ماشي خلاص. اطلع بره. لا طيب ايه الريد فلاجز اللي شايفه ان هي كانت في العلاقه ما بين سيف وفريده؟ انا عايز اعرف من وجهه نظرك عشان انا سالت نفس السؤال ده، فهو ايه الكلام؟ فانا الكلام كتير. يس. في ايه؟ هو قال ان في ريد فلاج. طب ماشي. ال 1 و2 و3 بجد؟ والله. فانا عايز اشوف بقى من الناحيه طب التانية. خلاص ماشي. اول حاجه، اول ريد فلاج كان ان بابايا ما كانش موافق اصلا بالموضوع. انا واهلي بنثق جدا في بعض وفي راي بعض، فاحنا لما بنيجي مثلا لو انا ارتبطت بحد او بحب حد هتناقش معاهم، ولو هم مش مرضيين بيه هنتناقش، حتى ممكن نتخانق، بس يعني في الاخر واحد فينا هيبقى يعني فاهم التاني. تحبي تتكلمي يعني مع اللي قدامك، تكوميونيكيت وتشوفي طبعا مين كده ومين كده وتشوفي طبعاً. الاراء يعني، بس طبعاً. في الاخر هتمشي ورا قلبك. صح. صح ولا مش صح؟ صح، بس برضو قلبي لازم يبقى مرتاح. طبعا اهم حاجه. ده سؤال من الجمهور، ده الجماهير ماشي. مجازات الكرفان. يا ترى لينا سواقتها في الحقيقه زي سواقه فريده كده بالظبط ولا احسن شويه؟ احسن بكتير بجد. انا بسوق كويس، انا شايفه انا لسه ما جاليش الرخصه، بس بسوق في الكومباوند، ولما بسوق في الكومباوند ببقى شاطره. بتبقي شاطره؟ باركن كويس جدا. تطلعي بره يعني ممكن مره يعني. مش اوكي. عايزه الناس مش عايزين يقولوا عليا ولا حاجه. ايه الجديد اللي حاسه ان هو في سيزون 3 بلس زياده عن الكاركتر بتاعتها في سيزون 2 وسيزون 1؟ كبرت وبقى عندها فضول اكتر ان هي تكتشف حاجات جديده وناس جديده وعالم جديد. السيزون ده اول مره هتشوف غضب باباها. هي طبعا باباها اتعصب عليها وكل حاجه، بس ما شافتش باباها بالطريقه دي. في الجزء الثاني فريده فضلت تتحايل على احمد وليلى عشان يجيبوا لها كلب لحد ما سيف هو اللي جابه لها في الاخر. واتبسطت بيه قوي. بالنسبه لينا بقى، ايه احلى هديه ممكن تتجاب لها في الريل لايف وتتبسط بيها قوي، تطير من الفرحه؟ حصان. بحب الحصان قوي، فلو اي حد جاب لي حصان بجد يعني مش عارفه اقول لكم ايه خالص. تاني حاجه بحب الحاجات اللي هو انا مثلا من شهرين اتكلمت عن حاجه ففي شخص لقطها وجابها لي. اوكي. انا بحب الحاجات اللي هو بيبان ان الشخص ده مركز مع اللي انا بقوله. او التفاصيل، تحبي بالزبط. التفاصيل. الورد والحاجات اللي هي الصغيره دي بتفرق لك ولا لا؟ اي كلام طبعا. انت عايزه هديه تكون لا انا مش كده خالص. الحاجات السيمبل برضو، يعني مثلا لو انا قلت بتكلم على الورد وقلت مثلا انه الورده المفضله بتاعتي مثلا ياسمين مثلا، أوكي. وحد جابها لي بعديها ممكن بسنه سنتين، فاي حاجه حتى لو ورقه مكتوب عليها شويه كلام. انا بحب الهدايا عموما. بتحبي الهدايا وبتحبي اكتر التفاصيل. بالظبط. لو الكرفان ده اخدناه اوكي ورحنا في وسط الصحراء، ايه الحاجه اللي هتاخديها معاكي ومين الشخص اللي هتجيبيه معاكي من الكاست؟ هاخد كاميرا. طب 3 حاجات. ماشي. يلا. لا 3 حاجات او بني ادمين.
3 بني ادمين و3 حاجات يعني ماشي. هاخد اللي انت عايزاه لينا هاخد يعني. الكاميرا. برنامج كده احنا قاعدين قاعدين في الكرفان. هاخد كاميرا، اجهزه الصوت، اجهزه مونتاج، وهاخد دينا الشربيني، باشمهندس باسم، وهاخد استاذ خالد الحتاوي، وهنعمل فيلم انا ودينا الشربيني. هجيب معايا مراتي، هجيب معايا جوزي. لا انت بص لشغلك. ايوه اصلا ما اقدرش اعيش من غير السينما. لازم سينما. تحبي الفن؟ بحب الفن عموما طب قوي. دلوقتي همثل معاك سين. بقول لك دلوقتي المدرسه كلها والناس كلها بتتكلم ان الولد ده بيتكلم عليكي من ورا ظهرك وبيقول كلام مش كويس، وانا ما اقبلش ان هو يقول حاجه زي كده. هو بيقول عليا حاجات وحشه؟ انا المفروض ما اقولش، انا مش بوقع ما بينكم يعني بس بيقول حاجات زي ايه يعني؟ اصلا انا وهو دايما مع بعض، فان هو يتكلم اصلا ورايا دي حاجه اصلا هو عمره ما بيبقى ورايا عشان يتكلم ورايا. ما هي دي مصيبه. طب قول بقى يعني قال ايه؟ انت هو قاعد ما دلوقتي بتفكر في كيد بتقوله. هو ما قالش. انت قاعد بتفكر في كيد هو مصاحب عليك. مش اكيد مش مصاحب، ما يعرفش بنات اصلا. ليه انت مين اصلا عشان تتدخل في علاقتي مع حد؟ انا احسن لعيب كوره في الجامعه. Don't work like they used to before. 'Cause when I